راح نبدأ فيديو اليوم بالصلاة على نبينا محمد عليه ألف الصلاة والسلام. وهلأ إن شاء الله تكونوا بخير يا رب. راح نبلش اليوم مع بعض نعمل عجينة المعروك. بما إنه رمضان قرب فحبيت أصورلكم اليوم عجينة المعروك اللي أنا بعتمدها دايما بعملها بالبيت. وهلأ خلونا نبلش بالمكونات. عندي هون كوبين من الحليب الدافئ. راح أضيف فوقهم كمان 3 معالق كبيرة من السكر. طبعا إذا بتحبوا فيكن تضيفوا سكر أكتر من هيك، لأنه عجينة المعروك إذا كانت حلوة زيادة فما في مشكلة أبدا، بس أنا اكتفيت ب3 معالق. ضفت فوقهم كمان ظرف من الخميرة. راح بلش حركهم كتير منيح مع بعض، وراح اتركهم يرتاحوا تقريبا 3 دقايق او 4 دقايق حتى يتفاعل عندي هون السكر والخميرة مع بعض. وراح اضيف هون كمان نص كاسة من الزيت، وفيكم كمان تبدلوا الزيت بنص قالب زبدة. بتطلع العجينة لسه ولا اطرى من هيك، بتطلع كتير هشة. ضفت لهم كمان بياض بيضة. خليت الصفار لبعدين حتى ادهن فيها العجينة. وما ننسى طبعا نضيف لهم رشة ملح. وهلا راح بلش اضيف لهم الطحين. راح بلش اضيف طحين تدريجيا. ضفت هون تقريبا 5 كاسات من الطحين، طبعا حسب نوع الطحين انتم متعودين تستخدموه. منبلش نحركهم كتير منيح، وبعدين راح بلش اعجنهم بايدي مثل ما راح تشوفوا معي. طبعا لازم نعجنهم كتير منيح لحتى تطلع معي العجينة كتير طرية وظريفة. وهلا راح اتركهم يرتاحوا تقريبا شي ساعة او نص ساعة حتى تتخمر عندي العجينة وترتاح منيح. وهلا مثل ما انكم شايفين معي العجينة اتخمرت كتير منيح. وهلا راح اقسمهم لقسمين. قسم راح اعمل فيه خبز رمضان. راح بلش مدة هيك بهاي الطريقة، وراح اقطعهم هيك مثل ما راح تشوفوا معي بهذا الشكل. فيكن تتركوها دقيقة بدون تقطيع، بس هيك بيعطيها كمان هيك منظر حلو بهذا الشكل. راح اتركها هلأ كمان هي ترتاح تقريبا شي ربع ساعة حتى اخلص القسم الثاني من العجين. وعندي هون القسم الثاني راح بلش هلا افردهم وحدة وحدة مثل ما راح تشوفوا معي. طبعا شو بتحابين تعملوا الشكل فيكم تساووه. هلا انا راح بلش افردها بهاي الطريقة، وراح احط لهم عجينة التمر، او اذا الشوكولاتة كمان بتحبوا فيكم تحطوها بالشوكولاتة كمان. وراح بلش لفهم بهذه الطريقة، وبعدين راح تجيب قادة حادة السكين راح بلش اقطعهم بهذا الشكل مثل ما لكم شايفين. هلا هيك راح يعطيها شكل كتير حلو، راح يطلع معنا مثل الكرواسون. طبعا مثل ما قلت هذا الشي بيرجع لكم، فيكم تعملوا الشكل اللي انتو حابينه. فيكم مثلا تعملوا كرات بس، تفتحوا العجينة وتحطوا بقلبها عجينة التمر وتسكروها تعملوها مثل خلية النحل تماما. انا تقريبا اعتمدت على هذا الشكل، ساويتهم حتى خلص معي كل العجين. وكمان راح اتركهم يرتاحوا كمان شي ربع ساعة. وبعد ما هذا هو الشكل النهائي حتى خلص عندي العجين. عملت هذا الشكل كمان حلقة، وعملت هذا الشكل كمان، حبيت هيك اتفنن شوي فيهم. شايفين هذا خبز رمضان بعد ما تركته يرتاح هيك تخمرت عندي العجينة كتير منيح. وهيك انا فيني حطها بقلب الفرن. اول شي لازم كمان ندهن وشها بالبيض. ضفت لها شوية حليب للصفار البيضة. راح بلش ادهنهم هلا مثل ما راح تشوفوا معي. كمان راح نزينها
بحبة البركة والسمسم، راح نخلطهم مع بعض وراح نزينها فيها. وبهاي الأثناء بكون أنا كمان مجهزة الفرن، لازم يكون عندي الفرن حامي يا جماعة، عدرجة 180 أو 200 بيناتهم يعني. وطبعا لازم نشغل الفرن من تحت بس، مو من فوق ومن تحت، لا بس من تحت. شايفين المنظر شو حلو؟ هلأ كمان هدول راح ادهنهم بالبيض، نفس الشي راح زينهم كمان بحبة البركة والسمسم. فيكن ما تزينوها بحبة البركة، فيكن تتركوها بس هيك. وبعد ما دهنتهم راح زينهم كمان هيك. حبة البركة بتعطيها منظر حلو، كمان طعمتهم غير شكل مع حبة البركة. وبعد ما خلصتهم كمان راح احطهم بالفرن على درجة حرارة 180 أو 200 ومنشغل بس من تحت. وهيك صاروا عندي جاهزين. شايفين اللون ما أحلاه، الريحة بتشهي والمنظر غير شكل. العجينة كتير هشة طالعة معي صدقوني. هاي العجينة كمان فيكن تعتمدوها بالمعجنات التانية كمان. هاي العجينة كتير سهلة وكتير فينا نستخدمها بكتير شغلات نعملها بالبيت. واخر شي خبز رمضان انا ضفتلها الجوز الهند والقطر. وهيك انا بكون وصلت لنهاية الفيديو. ان شاء الله يكون عجبكم يا رب. لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل شي جديد مني، وانطروني بفيديو جديد.